كقاعدين عدديا كنا قلال، ما عندهمش حتى الحاله المدنيه. مشينا كنفتشوا لقينا هما مواليدين هما مجوجينش. للاسف خرجت من تما ومشيت وقف في الحلقيه ديال القاعدين. ما كان عندنا رفض حقيقي للاشتغال داخل الاحزاب السياسيه. كيفاش قلتي؟ سموني زهور الالياسيه. ديك الساعات الفهامات اللي فينا قلت السيد الامين العام حنا البرنامج ماشي حنا اللي كنديروه. طبيعه الانتخابات اللي كدوز في المغرب ولا شكون كاين في البرلمان. كاين جنان باشا جنان كاستيين عندهم اكثر من 60 عام ويقول لي وهبي وصافي بقات عند الدار ديالكم ما عرفناش فين. المدينه ديال العريش ما يميزها وربما اجتمع فيها ما تفرق في مدن اخرى ديال الاحياء ديال الصفيح في العريش. ربما لقاو له الحل بشكل نهائي. زوار وزائرات موقع آش، مرحبا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج. الحلقة نستضيف فيها الأخت والرفيقة زهور الوهابي. هي في الحقيقة عندها تجارب متعددة، سواء في العمل الجمعوي، سواء في العمل الحقوقي، سواء في المجال ديال الحركة النسائية أو في العمل السياسي. أخت زهور، مرحبا بك عندنا في البرنامج ديالنا. صباح الخير الاخ عبد الخالق، وشكرا على الاستضافه. كنهنئكم بهذا البرنامج لان فعلا انتم قناه مجتهده. دائما كاين الجديد، دائما كاين افكار، كاين ابتكار، كاين ابداع، كاين عمل اللي يمكن نقولوا صحفي شبيه بالصحافه. دونك القناه متميزه والاشتغال ديالكم ايضا متميز. شكرا على الاستضافه. مرحبا بك مره اخرى. غير جرت العاده اننا في البرنامج المستضيفه كتعرف الجمهور شكون هي زهور الوهابي، فين قرات، يعني النشأة ديالها. زهور الوهابي هي بنت مدينة العرايش، من مواليد الثمانينات. طبعا من الإقامة كانت في الجهة الإعدادية الحسن الثاني اللي كيعرف المدينة مزيان. قريت في المؤسسة العمومية، في المؤسسات العمومية الابتدائي، مؤسسة محمد الخامس، الإعدادي. محمد الخامس للبنات ولا للبنات؟ للبنات، ولكن حنا قرينا واحد 3 سنين كانت للبنات، ومن بعد رجعت مختلطة. في الرابع ديالي رجعت مختلطة، دخلت فيها حتى كانوا معنا واحد 3 الوليدات. ابخي واحد 3 شهور 4 شهور بداو كيزيدوا. كانت في الاول مدرسه محمد الخامس للبنات، وللاشاره قرات فيها ماما. حنا قرينا يعني كانت من الاول البدايه ديالها هي للبنات. الاعدادي كان في اعداديه الحسن الثاني. لا انتم قريتوا الشهاده موحده ولا؟ لا انا السادس، قريت السادس. انتم كان قرينا السادس. اعدادي؟ الاعدادي في اعداديه الحسن الثاني كانت حدانا. والثانوي طبعا في التجاريه هي اللي قراو فيها الاغلبيه ديال الناس العرايش. كنتي ادبيه ولا علميه؟ لا انا توجه ادبي، من الناس اللي بداو كيديروا محاولات شعريه في السادس وفي السابع وفي شكون اللي اثر فيك في الاول واش عملتيهاش؟ في الحقيقه اللي كيعرف شويه العائله ديالنا كيميز. حنا عندنا العائله من جهه با تجاره، وناس من مولاي عبد السلام نزلوا العرايش داروا الحوانت وداروا ما هو تجاري. والجهه ماما شعراء كيكتبوا. اللي كيعرف شويه في اصيله كريم حماري راه دخلتي. حبيبي خالد ماما كان كيدير الشعر ديك السعدات، داك الشعر اللي بالصدر والعجوز الى حد الان باقي كيكتب، غير هو ما كينشرش. الجهه ديال العائله ماما شويه ناس اللي مهتمين بالثقافه، مهتمين شويه بالسياسه. يمكن تاثرنا بهم اكثر، حيت المحاولات اللي درتها لحد الان شعريه واحد 40 ولا 50 قصيده اللي كتبتهم بين الاعدادي والثانوي والجامعه. وبيان سور ملي كتبدل الاهتمام كيتبدل. ما بقيناش كنكتبوا، ما بقيناش كنجلسوا شغالات نتصنتوا ربما الحوايج اللي عندنا في الداخل. زهور الجامعات مش شعبه عملتي فين قريتي؟ في مدينه؟ قريت في مدينه طنجه. كانت ديك سعدات الكليه ديال الحقوق. حنا بروموسيون الثالث، تخرجوا 2 بروموسيون، حنا الثالثين. درت الحقوق. طبعا طنجه كانت داك الوجهه ديال الاقليم ديال العرايش، لان ما كان قبل كيمشيو فاس بحيث ما كانتش الحقوق في تطوان والرباط. ولكن ملي دارت في طنجه حنا بيان سور مشينا بشكل مباشر لطنجه. الكليه كانت جديده كان فيها شويه النضال. خلينا فيها واحد اللمسه، لان جينا لقينا الخط الاسلامي كاين. وبما اننا جدادين كاملين دونك بدينا كاملين. اسابيع ثقافيه كتبدا ديال الوحده والتواصل ولا العدل والاحسان كتجي ديال القاعدين. خلينا واحد اللمسه. يمكنش نقارنوها بفاس ولا نقارنوها بوجده ولا نقارنوها بالرباط،
ولكن كنعتبروا انفسنا اننا ساهمنا شويه في شي معارك اللي كتعقل عليهم شويه من الكليه. كانت المعارك الكبيره اللي ربما كانت داميه. كانت عندنا في 2002 كان جا داك السعدات، كان خرج واحد المقوله ديال الزمزمي كيقول بان المهدي بن بركه لو اجاز قتله مرتين وداكشي، ومباشره مور داك الخرجه جابوه لنا للكليه. دونك حنا انتفضنا وما خليناهمش يدخلوا، وكانت مواجهات حقيقه داميه وضربوا فيها الرفاق وكلاو فيها الدق. دونك كانوا مواجهات في ملفات اللي هي بسيطه خبزيه مطلبيه، بغينا الدوتشا، بغينا الرواق في الحي الجامعي، بغينا الغيستوراسيون اللي ما كانتش في العلم. هادشي كنتو كديروه في حيت طنجة الخاصيه اللي كان فيها جوج الحاجات. كان كاين الاتحاد الوطني وكان كاينه بحال القبليه سماهم لا منتمون. هذيك الفتره كنتذكر مزيان. حنا الاتحاد الوطني لطلبه المغرب كنا كنعتبروا الفصائل الشرعيه هي اللي كتنتمي له. كان واحد المجموعه الطلبه ومنهم اصدقاء ديال نادي العرايش كانوا كيسميو راسهم طلبه لا منتمين. وانا كنتفكر في واحد اللقاء، واحد المعركه، انا كان شويه حنا قلال كقاعدين عدديا، كنا قلال وكانوا كيداروا انزالات في الضفه الاخرى. دونك في واحد اللحظه كنشوف انا الدراري ديال نادي العرايش اصدقاء ديالنا اللي كنعرفوهم خرجوا دخلوا معنا ضمنوا معنا حنا كقاعديين في داك حيت كانت احيانا كتكون مواجهه. وكانوا باقي لحد الان الناس راه عندهم لي تراس ديال الاثار ديال النضال. اخت زهور، التجربه ديالك الاولى في العمل الجمعوي؟ انا مباشره مور الاجازه في 2003 هوت العرايش. كنت درت واحد ليكول هنا ديال لانفورماتيك، راه كاينه اون فاصل لكم بلا ما نقولوا الاسماء ديالها. دونك درت ديك ساعات لانفورماتيك، الوورد، الاكسل وداكشي البازيك. و اون باراليل بديت مع ايكوديل، اسوسياسيون ايكوديل. وهذا كنا كنشتغلوا اللي ما عرفناك فوالا في ايكوديل. 2003 بدينا في ايكوديل. كان اشتغال اللي هو في الاداره والى غير ذلك، ولكن كنا كنعتبروا راسنا اننا نناضل في هذيك الجمعيه لان تعلمنا فيها بزاف. درنا التيغان، خرجنا للعالم القروي مع المرحوم العواد الله يرحمه مسكين. دونك كان عنده واحد الفيزيون، كان عنده واحد التصور. وحنا بدينا في ايكوديل، وبالمزاوزات مع ايكوديل كانت الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان. كنشتغلوا مع الاخوان ديالنا، كنحضروا معهم انشطه الى غير ذلك. الجمعيه المغربيه للمعطلين بحكم اننا كنا نعتبر انفسنا معطلات ومعطلين. دونك هذيك الجمعيه اللي كتحتضنك بشكل مباشر واخا ما جلست فيها بزاف. كانت عندنا جمعيه نساء للتنميه، كانوا مجموعه ديال الاخوات والصديقات هنا في العرايش درنا هذه الجمعيه. كنت في الجمعيه المغربيه لمحاربه داء السيده من 2005 حتى 2011. اشتغلنا، درنا الفولونتاريا، درنا التحسيس، عودنا البلايا، وزعنا المنشورات. كنا كنحاولوا العرايش اللي كيعرفها مزيان فيها العمل الجمعوي كان منتعش وباقي. وحنا كولاد المدينه كنا كنساهموا هنا وهنا 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 الامكانيات المتوفره بالمدارك اللي عندنا هذيك السعدات. ولكن كنعتبر راسنا ساهمنا الى حد ما في بناء هذا المجتمع المدني. المشروع اللي تعقل عليه واعر درتوه في ايكوديل؟ ايكوديل هي كلها واعره. شي مشروع اللي كيكون ديما كاين شي بصمه كتبقى ديال شي مشروع احنا هاد اللي ميزنا في الاشتغال مع ايكوديل. انا اشتغلت في ايكوديل 7 سنين. اننا لي بروجي اللي كانوا ابار الارستون انا لقيتو بادي. مركز محمد العواد بدينا فيه من لي زونكيت بورت بورت، وهبطنا داك لي زونكيت هبطناهم دخلناهم في هذا. بدينا كنسجلوا المنخرطين والمنخرطات، بدينا كنديروا الاداره معهم حتى وقف البروجي. انا كنت ديك الساعات درنا واحد الطليعه انا والاخ مومن، وواحد التجربه كانت معنا من داك النساء اللي نجحوا في لي بروجي ديالهم. طلعنا لايطاليا، جبنا الدعم من ايطاليا مع اسوسياسيون ديك الساعات تي اس في، كانت هي اللي كتدعم البروجي ديال محمد العواد. هذا مركز اللي هو قائم وكبير وفيه جميع التخصصات، واستفدوا منه الناس ديال العرايش مزيان لان فيه من المنويز غير بوا وداكشي الخشب ولا الالومنيوم. وانت طالع يمكن دابا ما عرفتش واش زادوا مور الباك ولا لا. هذا مركز حقيقي واللي كان كيميز الجمعيه انها اشتغلت على حوايج ما كانوش. كان عندنا ديك الساعات التعاونيه اللي كاينه ديال النساء كدير محو الاميه القانونيه. ديك الساعات كان مركز ديال صناعه الخزاف، كان انفورماتيك. بالاضافه للاداره عملتي مؤطره في شي ولا لا؟ انا كنت في الاداره مع ايكوديل، ولكن في اخر تجربه درتها مع ايكوديل كنت في مركز ديال الصناعه التقليديه. كنت واحد الفتره صغيره كنت كنسير هذاك المركز. منه مشيت في حالي في 2010 للوظيفه العموميه. دونك ايكوديل درجنا معها مزيان، خدمنا معها مزيان، وكانوا تجارب جديده ومبتكره وكتساهم فعلا. ساهمت في تغيير حياه مجموعه من الناس اللي كنعرفوهم، سجلناهم. كانوا من بعد الطرائف اللي كانوا
في واحد المركز تربيه غير نظاميه، كانوا وليدات ما عندهمش حتى الحاله المدنيه. مشينا كنفتشوا لقينا هما مواليدهم ما مجوجينش للاسف. واحد الحاله كانت عندنا، وانا كنتفكر الاخ نور الدين ونعيمه، ومشينا كنفتشوا مع ديك الراجل جوجناه هو وديك المراه باش الوليدات، باش ديك الوليد تولي عنده الاوراق ديالو، لان داك الهجره اللي كاينه كتجي للعرايش، وربما كان شويه ديال الفقر وشويه ديال الجهل وشويه ديال الاخر، الوليد ما كانش حتى مسجل حتى في حاجه. دونك كانوا تجارب اللي شويه قاسيه، وعرفنا العرايش من الداخل، عرفنا الاحياء الهامشيه كيفاش كيعيشوا الناس، كيفاش ديك الهجره كتاثر في الحياه اليوميه ديالهم، عاشرناهم. ولكن كانوا حالات مضيئه. من بين الحوايج اللي مزيونه كنذكرها، كان واحد الوليد لحق الباك من التربيه غير نظاميه، وحنا بقيت متبعه معاه. كل مره كنسقسي على يما كتقول لي ها هو في الاعدادي، ها هو في الثانوي، هو مشى خد الباك ذاك الوقت. دونك هادو حوايج اللي كانوا اجتماعيا وكيقيسوك انسانيا، انك فعلا قدرتي اتخافير هذه الجمعيه انك تغير حياه واحد الطفل او امراه او لا، حيت شمل داك المراكز اللي تبعا ايكودير كانت كتشمل جميع الفئات ديال الشباب، اللي ما عندوش مستوى، اللي عنده هدر مدرسي زعما صغير، واللي عنده كاتريام، واللي عنده. انا كنت كنتمنى وما عرفتش دابا واش فاتوا الباك ولا لا، حيت كان عندنا مستوى الباك في بعض المهن اللي ديال مثلا الفندقه، ولكن ما عرفتش واش ايكودير كملت مور الباك ولا لا. ولكن كتبقى من الجمعيات اللي اثرت في الاشتغال ديالنا، في التكوين، في التعرف على مجموعه ديال الجمعيات خارج التراب ديال الجهه والاقليم. كان داك سعاده الفنور كنطلعوا نتلاقاو جمعيات وحدين اخرين من الجهه كلها، واتخافيغ ايكودير خدينا تكاوين في الرباط، في كازا، مع جمعيات نسائيه باقي لحد الان علاقات مزيانه بزاف. هي غير من خلال هذه الجمعيه كنعتبرها زعما دارت واحد الدفعه حقيقيه في الحياه ديال زهور الوهابي. زهور في هذه العمل الجمعوي والسياسه، السياسه عاود بحكم التاثر دائما بالعائله. طلعنا انا شخصيا طلعت للجامعه كنقلب على الشق الناس اليسار والناس اللي كنتقاطع معهم بمجموعه الامور. كنتفكر اول لقاء عندي في الحي الجامعي، كان جا واحد الاخ باقي كنشوفه لحد الان من فصيل العدل والاحسان، وجلس يهضر معنا شي نص ساعه وكيهضر حنا غنديروا غنفعلوا. صافي مباشره مور ديك نص ساعه كانت حلقيه القاعديين، انا خرجت من تما ومشيت وقف في حلقيه القاعديين. اول كونتاكت كان مع مجموعه ديال الرفاق اللي باقي لحد الان اصدقاء، محمد تليدي في الشاون، نوفال بوعمري، مجموعه ديال نوفال بوعمري كان في فاس، ولكن كانوا كيجيو حيت كان معنا سهيل خوا الاتحادي. ولكن كانت واحد الالفه بين الشق اليساري ولا الفصيل اللي عنده مرجعيه ايديولوجيه يساريه. كنا نوعا ما كنتحدوا في ملفات، سيرتو اننا كنا جدادين كنعتبر راسنا الحي ساهمنا فيه، بدلنا مجموعه المعالم اللي كانت في الحي ما كتناسبناش كطلبه، وكانوا ديزون في ما فيهمش هذوك لي بافيون اللي كنا ساكنين فيهم، ما كانش الرواق بيننا وبين بافيون الدراري. دونك ملفات مطلبيه بسيطه، ما نهضروش على واحد جوج ولا ثلاثه معارك حقيقيه اللي كان فيها داك الفكر الايديولوجي هو اللي كيتحكم. ولكن كانوا حوايج اللي خصنا تكون في الحي الجامعي، خصوصا لانه كان جديد، ساهمنا فيها كفصيل كطلبه عندهم واحد الايديولوجيا مشتركه يساريه. ومن ثم كنعتبر انا عاود العمل السياسي بديناه في الجامعه، تعلمنا في الحلقيات، درنا هاد شويه ديال النضال. مي جيت في 2003 ما كان عندنا رفض حقيقي للاشتغال داخل الاحزاب السياسيه. دونك اشتغلت هذيك الفتره الكبيره واحد 7 سنين في العمل الجمعوي، حتى جا البام في 2009. من بين الناس اللي حبوني انني ندخل البام مؤمن صبيحي، اللي كان ديك السعادات اول جلسنا وهضرنا على المشروع، خلينا داك المشروع قريناه. كاين تقاطعات كنا ممكن اننا زعما اللي خلاتنا ندخلوا للبام كانوا اشخاص اللي كنقدرهم على المستوى الوطني، صلاح الوديع وامثال صلاح الوديع اللي كانوا في الحزب. دونك وبدات صلاح الوديع باقي في البام؟ لا ما بقاش للاسف ما بقاش، ولكن من الناس اللي خلوني انني نقول علاش لا ما نبدلش زعما التصور، زعما ندير مراجعه عن داك الامور اللي كانت عندنا قبل. وبدينا الاشتغال في 2009 من داخل اقليم العرايش، بدينا بامانه اقليميه، بدينا نيشان من الامانه الاقليميه، والى حدود اللحظه حنا باقيين كنشتغلوا داخل البام. دونك هنا البام كنتي دخلتي التعليم ديك الساعه الوظيفه ولا باقا في انا الجمعيه؟ في 2010 كان جا داك التوظيف المباشر. دونك كنا عيطوا لنا، طلعنا التربيه الوطنيه، جلسوا معنا، درنا معنا واحد المقابله على اساس اننا ندخلوا للاقسام.
دونك هذاك التوظيف المباشر انا بيان سور بحكم الاشتغال اللي داز، التجربه اللي راكمناها قليله مع الجمعيه الايكوديل في الاداره وفي التسيير وداكشي، ثم انا لا عدوني القسم يخلوني جالسه مع المعطلين، ما بغيتش. دونك مشينا للاداره في 2010. بديت في التربيه الوطنيه في المديريه الاقليميه ديال طنجه. دونك في 2010 2016 بيان سور داخل هذيك المديريه درنا البصمه ديال الفعل الجمعوي، بانت تما اشتغلت في مجموعه لي بوست في الانشطه التربويه، في الدعم المدرسي، كنت في النيابه او كنت في النيابه. كان ديك الساعات مجموعه ديال المدراء، واحد 3 اللي دازوا في هاد السنين. واحد الاخ توفى مسكين، واش كان معكم ديك الساعه؟ هشام الشعراء. الله يودي الله معكم كان هشام الشعراء ديك الساعات مدير الموارد البشريه، وحنا ديك الساعات اوتور كنعرفوا لانه اشتغلنا مجموعين في المنتدى الجهوي لحقوق الانسان الى جانب مجموعه الرفاق السي تدموري الى غير ذلك. دونك كان معنا هشام الشعراء في اللحظه اللي توفى فيها، كنا خدامين، كنا باقيين زعما بحال اللي فقدنا شي حد، واخا مفاجئ وسيرتو هو ما مرضش بزاف وباقي صغير. دونك كانت الوفاه ديالو شويه اثرت فينا وبقى فينا لانه صغير الى ذلك. دونك وانا كنت كنعرفو في هذا المنتدى الجهوي لحقوق الانسان اللي حتى هو ساهمنا فيه في الجانب الحقوقي في الجهه. دونك داروا ندوات، داروا مؤتمرات، داروا خرجات، بدنا نمشيو للحسيمات، رفعنا على الملف الغازات السامه. كانت ديناميه في الحقيقه في الجهه، في الجانب ديال العمل الجمعوي داخل المديريه الاقليميه. هذيك 6 سنين كان جا واحد النائب اتحادي ديك السعدات، كاين شويه ديال الشجاعه، كاين شويه ديال الحس، هو كيأثر في الحقيقه. لا جينا نكونوا صادقين، اللي كيدير العمل السياسي والعمل الجمعوي كتبان في التدبير ديالو اليومي للاداره. كان معاه كنا داروا مكاتب جديده ما كانتش داخله في الاورغانيغرام ديال وزاره التربيه الوطنيه، هي قسم ديال الدمج المدرسي، قسم ديال الانشطه الدعم المدرسي. هذا النائب الدعم المدرسي، الانشطه التربويه، وانا كنت رئيسه مكتب ديال التقويم والدراسات. شنو مسميه النائب؟ نقولوا اسمه سي بلوط. اشتغلت معه واحد الفتره قليله، ولكن جاب مكاتب جديده وثق فينا حنا ديك الساعات شباب، وعطانا الرئاسه ديال هذوك المكاتب، وبدينا كنشتغلوا على ما هو استراتيجيه. انا كان عندي الدوسي ديال التقييم واستراتيجيات اللي كان على المستوى الاقليم. دونك كنت كندير البحوث علاش هذه المؤسسه جابت هذه المعدلات، علاش هاد الطلبه هاد التلاميذ ما مشاوش مزيان. وعلاش كيكون زعما شنو كيكون الفرق دابا بهذا البحوث ديالك؟ شنو زعما بين المؤسسات مزيان؟ الفكره اللي كانت عند السيد النائب ديك السعدات ان علاش مؤسسات معينه نسبه النجاح طالعه فيها، التاثير ديال المحيط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي على العطاء عند الطفل. دونك درنا هاد البحوث. درت انا جوج ديال الدراسات للدوره الاولى والدوره الثانيه مباشره مور داك الشيء. كان سي بالله طلعنا هذا ودخلت دابا هذوك الاقسام راه هي داخله في الاورغانيغرام. ومن غير هذا القسم هذا كان كيثيق فعلا في الشباب. عطانا كنت مقابله الملف ديال الاطفال في وضعيات اعاقه، الدمج ديالهم كتسموا الاقسام مدمجه. كنت كنحضر اجتماعات ديك الساعات كيكلفني نمشي نشوف داكشي ديال المنح العالم القروي. كانت واحد الديناميه. اش كنقول لك انا، العمل الجمعوي كيأثر في العطاء ديال الاداري. الا كان واخا الاداره فيها واحد الرتابه والروتين، ولكن الا عندك واحد الباجاج وواحد الخلفيه جمعويه كتقدر انك تكريي شي حاجات، تخدم بمنطق اخر ماشي بالمنطق اليومي ديال الكاشي وزيد. دونك كانت التجربه ديال المديريه الاقليميه ديال طنجه كانت مزيانه. كان فيها الجانب النقابي حتى هو مزيان، لانني الاتحاد المغربي للشغل. والجميل في التجربه انني في طنجه مباشره في المؤتمر كان تجديد دخلت المكتب الجهوي ديال الاتحاد المغربي للشغل قطاع التعليم. الزفزاف لا اللي كان في الغدال ديك السعدات الزفزاف في الفتره بين الزفزاف اللي كانت معكم، اللي كانت في الضمان الاجتماعي امينه رشاتي وهذاك الزفزاف اللي كان في الغدال. الزفزاف واللي جا موراه وقيله واحد الاخر ماشي الزفزاف اللي كان في الفتره ديالو. انا نسيت انا نسيتو نسيت عرفته. يمكن لا توفى كنظن، ما عرف. لا اولا ما بقاش. المهم ما بقاش في الغدال. كان واحد الفتره كان الزفزاف ودار هو. وهذيك الفتره كنت انا فيها في المكتب الجهوي كاتب عام ديال الطاقه ورجعت تما. ومن الامور كذلك اللي كتضحك في هذا الاشتغال ديالنا كنقابين، حنا هاد الناس اللي ماجين من الجمعيات كان شي مره كتجيك راسك بحال فيك شويه الفهامه على الناس الاخرين. كنا طلعنا، كان الامين كان ديك الساعه السي بوخاري يستقبل المكتب ديال الاتحاد المغربي للشغل الفرع طنجه. يلاه دوزنا المؤتمر بشي شهرين، طلعنا من كازا
كنتسناو السيد الامين العام يجي. جا السيد الامين العام سلم علينا، جلسنا ونأنا الى غير ذلك، وقدنا عطيوني البرنامج. وانا ديك الساعات الفهامات اللي فينا قلت له السيد الامين العام حنايا البرنامج ماشي حنا اللي كنديروه، كيديروه القواعد وكديروه الجهه، المجلس الجهوي، دونك نرجعوا للقواعد ونجيو للاجتماع المقبل نجيبوا لك. دونك خرجنا واحد الصديق والاستاذ كان معنا قال لي ما الزعامه فيك، قلت له بيان سور راه حنا ما كنديروش البرنامج، حنا كننفذوا هذاك البرنامج اللي كيديروه الاخوان في المجلس الجهوي. ايوا المهم التجربه كانت مزيانه. كان هو في الحقيقه في ديك الوقت كنت خدمتي مع امينه الرشاتي حتى في هذا الشيء ديال العمل النسائي في النقابه؟ درنا اشتغلنا في النقابه، واشتغلنا في واحد الفتره في الجمعيه ديك الساعات كنا مسمينها جمعيه مناصفه، هكا مسميه الجمعيه للتنميه الى غير ذلك، باقا كتشتغل. كنا كنهودوا شويه التيران، والعمل النقابي في هذيك الفتره واخا كانت قليله خضنا فيها معارك، جبنا ملفات، دافعنا على ملفات، حضرنا اجتماعات زعما على مستوى من اجل زعما الفصل في شي امور اللي هي كانت. الكاتب العام سمي الخياط. الله يفتح عليك، الخياط مشى من بالي السي الخياط داك السعدات. وكيفاش ظهور تما المسؤوليه الحزبيه؟ انا قلت لك المسؤوليه الحزبيه، انا بديت من الامانه الاقليميه ديال العرايش، كانت اول امانه انا كنت فيها. دونك حنا بادين بالمسؤوليه من الديبار، بحكم اننا كنا من المؤسسين في العرايش. الحزب بيان سور تاسس في 2008 في الحركه لكل الديمقراطيين الى غير ذلك. انا ما ساهمتش فيها في ديك الفتره ديال داك العام، لكن ملي بدينا الهياكل، ملي بدينا كنهيكلوا، بدينا كنتاسسوا من العرايش، خرجنا من الامانه الاقليميه، بدينا منها. دونك انا دائما كان عندي هاد في طنجه بقيتي في طنجه؟ لا، كنت في المجلس الجهوي، كنت في الامانه الاقليميه في المكتب ديال طنجه. كنت في مكتب المجلس الوطني ديال الحزب من 2009، وانا دائما في المجلس الوطني. الحزب كان كيجتمع، كان هادشي ديال الاجهزه؟ لا اشتغلنا بيان سور داخل الحزب اللي كيتبع الشان السياسي. انا ماشي كنهضر على الحزب ديالي حيت كنتمي له، لكن كاين واحد الديناميه كبيره جدا داخل الحزب. الديناميه واش كيديرها الحزب ولا كيديرها الشخص؟ لا، كيديروها المناضلين. وحنا لا قارنتينا مع احزاب اخرى، راه عندنا اكثر من 5 الامناء عامين اللي دازوا في هذه الفتره الصغيره، وعاشرناهم كاملين، عايشناهم كاملين، اشتغلنا معاهم كاملين، من بيد الله، من السي باكوري، الياس العمري، السي بن شماس، السي وهبي، والان دابا راه كاينه قياده ثلاثيه، السيده الرئيسه المنصوري والسي المهدي بن سعيد، وحنا سعداء ان عندنا وحده من الجهه ديالنا فاطمه السعدي. دونك الحزب الاصاله والمعاصره فيه واحد الديناميه دائما داخليه، وحنا دائما واللي تبع الشان شويه. راه كنا واحد الفتره كان عندنا واحد الاختلاف ولا خلاف كبير بيناتنا، مشينا للمحاكم وجينا. دونك كاين واحد الديناميه. كاين الانتخابات، كيفاش دخلتي الانتخابات؟ انا دائما انا كيسميوني زهور الالياسيه بحكم اننا زعما الفتره ديالنا، انا مثاليت من الفتره المثاليه مشيت من طنجه. بيان سور الاشتغال الحزبي بشكل مباشر مشيت للحزب في طنجه، بديت في الامانه الاقليميه والامانه الجهويه ديال طنجه. جات الانتخابات 2015 كنت غنزل في الجهه ديك الساعات مع السي الياس، واحد الجهه معينه ما بغيتش انا نشتغل معاهم في تراب معين بلا ما نقولوا الاسماء. قلت لسي فؤاد، اش نقول لك سي فؤاد، انا عفيني من هذا الشيء. فؤاد ديال طنجه، فؤاد العمري كان ديك الساعات عمده في طنجه. قلت له عفيني، انا بهذه الفتره هذه الانتخابات المحليه عفيني منها وصافي. مشينا كنشتغلوا. ديك الساعه جا الميد كوب 22. كنت انا في الكوميتي دو بيلوتاج ديال قريه المجتمع المدني الى جانب مجموعه ديال الرفاق والاخوان في الجمعيات ديال المجتمع المدني ديال طنجه. انا الياس ما كنتش عندي معاه احتكاك مباشر، ربما فؤاد بحكم انه في الجهه وبحكم اننا اشتغلنا معاه، درنا معاه حملات انتخابيه، كيعرفنا عن قرب. سي الياس العمري كان ديك الساعات امين عام والياس العمري دونك حنا شباب، وزن ديالو حنا انا كان ديك الساعات باقا مع الشباب، دونك كانت ديك المسافه. مي جات انتخابات 2016 قبل منا كان الميد كوب 22 في مدار سي الياس كيجبر زهور الوهابي حدا، لان الكوميتي دو بيلوتاج بقى متبع معنا سي الياس بالحاجه بكل شيء ديالها. كيفاش غنديروا داك الندوات العلميه، شكون استضفنا، شكون الجمعيات اللي عيطنا على المستوى الوطني، كانوا اجتماعات دوريه. صافي جات انتخابات 2016 كنلقى تما تعرفتي على الياس في حق القرب. هو كيعرفني بالعمل، كيعرفني، ولكن في الاشتغال ديالنا لدرجه انه عاود في واحد الاجتماع الى جانب الجمعيات المجتمع المدني ديال طنجه، اول اجتماع عندنا مع السي الياس داخل الجهه، دخل وهو ما شافش حتى فيا، قال لي اش كدير هنا زهور؟ قلت له صوت عليا المجتمع المدني. صافي بقى يضحك. دونك كنا خالقين عاود واحد
هذيك الميتكوف 22 هي اللي خلات الياس يفكر في شكون النساء اللي ممكن يمثلوا الجهه. بيان سور ما جات الاستحقاقات 2016 عيطوني من الرباط، انا ديك الساعه سوقت كاسا باراطا، اللي كيعيش في طنجه كيعرف العشق ديال الناس طنجه كاسا باراطا فيها كلشي. عيطوني من الرباط، عيطت لي سميه قالت لي واش انت كاينه هنا؟ قلت لها انا في الرباط انا في طنجه. قالت لي بغينا لا كارت ناسيونال سكانيها دابا صيفطها دابا دير. بدينا ديك الاجراءات صافي مشات جات لا ليست ناسيونال ديال الشباب، اللائحه الوطنيه للشباب، كنت مكلاسيه فيها الثالثه. انا دائما كنقول لهم اللي زعما شاف دار التفاته النساء حقيقيه والشباب والنساء اللي كيشتغلوا في هذيك الفتره، كان سي الياس فكر فينا بشكل زعما جدي وقلب على الناس اللي كيخدموا. كان شويه ديال كان شي امور اللي ما دازت طبعا ماشي 100%. شحال كان دوز ديك اللائحه؟ كنا دوزنا 7 ديال الشباب و13 ديال النساء. فوالا 7 الشباب 13 ديال النساء. وهذيك اللائحه كانت فيها لائحه النساء اللي كيمثلوا الجاليه، والرقم 12 كانوا ديال الجهاد ديال لا كنا دوزنا 14 12 ديال الجهاد المغرب، 13 كانت نائبه برلمانيه لطيفه الحمود عن الجاليه، و14 كانت نائبه من مراكش كتمثل اشخاص في وضعيه اعاقه. دونك هذه اللائحه كانت حقوقيه مزونه. قبل ما يعيطوا لك زهر كنتي كضرب حسبه بان وشوف العمل السياسي ما يمكنش ديرو بلا ما يكون عندك طموح، وبلا ما يكون كتفكر انك تكون متواجده في التسيير لا المحلي ولا الجهوي الاقليمي او الوطني. لكن البرلمان كان زعما كتفكير ربما كان باقي بعيد، حنا لا بالامكانيات ولا الطبيعه الانتخابات اللي كدوز في المغرب ولا شكون كاين في البرلمان. كانت شويه كان زعما كاين تفكير، ولكن ماشي في ديك الفتره، ماشي حتى دابا بغينا نقولوا كان بعيد. مي الياس قربوا دغيا زعما جا، لان صعيب في البرلمان. طلع البرلمان في ظروف ما عرفتش، اللي كيتبع الشان السياسي راه كيفهم صعوبه ديال العمل التشريعي، ماشي سهل تكون في البرلمان. علاش انا كنقول ولا كيسميوني زهور الالياسيه؟ لان فعلا انصف واحد المجموعه ديال النساء في داخل داك اللوائح اللي كانوا مناضلات واشتغلوا، وفحال اللي بغيتي تقول جات داك انه جاك حقك زعما في النضال وفي هذا، بحال اللي كان التفاته حقيقيا هذيك المناضلات اللي دازوا باللوائح الجهويه، حيت بلا لائحه جهويه صعيب تدوز في المحلي، صعيب يدوزوا النساء في هذا الوضع اللي حنا كنعيشوه اليوم. علاش؟ بشوف مي كتشوف طبيعه الانتخابات والطبيعه ديال المجتمع ككل، حنا باقي النساء والمجتمع باقي عقليه ذكوريه، باقي ما ربما مثلا مشيتي انتخابات وكانت نزيهه وكان كل شيء ما غيصوتوش عليك واحد الجزء كبير اللي باقي عنده واحد التمثلات وواحد الهواجس كيبان له ربما الراجل يكون افضل. الشروط ديال الانتخاب تداخل باش ما نقولوش تداخل الحزب باش يفكر فيك الراجل صعيب يجي يقول انا عن الاطار انا غنحطك انت وندافع عليك وغنشتغلوا مجموعين وتكون انت صعيب. البرلمان صعيب، ربما المحلي يقدر والجهوي ولا الاقليمي يقدر. الاختيار ديالك الاخت زهور للبرلمان كان اختيار موفق، ومشيتي وعطيتي تجارب واعره في وسط ديك البرلمان انذاك. احنا الاختيار كنشكر دائما الياس لانه كانت هاد الالتفاته منه وداخل قبه البرلمان. حنا بعدا واخا ما عندناش بهذا الشيء ديال البرلمان كنعتبروا انه بحال البرلمانيه ديالنا مره كنعيطوا لهم ملي كنحتاجوها. اشتغلنا في الحقيقه. انا البرلمان كيف دخلت قلت لهم بغيت اللجنه ديال العدل والتشريع لان كان فيها اشتغال داخل اللجنه، اشتغال دائم وقوي وتعلمنا. مشيتي رجعتي سكتي في الرباط؟ لا بقيت في طنجه. كنا كنديروا لا نافيت قبل ما يكون التجافي، كنت كندير 5 ساعات تقرا فيها تكتب فيها كنمشي ونرجع. من دار التجافي ولينا كنخدموا 3 ايام وكتجي في حالك. داخل لجنه العدل والتشريع هي انا كنقول لهم التجربه 5 سنين تجربه مدرسه اخرى. العمل البرلماني راه تجارب حقيقيه درناها داخل البرلمان. اللجنه ديال التشريع ما كانتش كتوقف، اشتغلنا الى جانب اسماء كبيره، كانوا ساعات نقباء محاميين تعلمنا منهم. كانوا ملفات اللي خلاتنا نفهموا ما هو العمل التشريعي من الداخل، وكيفاش اتخافي هذيك من عبر هذيك المؤسسات التشريعيه اننا نفكوا بعض الامور اللي هي بسيطه، اللي ما كنتمنى الناس يبحثوا فيه دائما، وحنا الدور ديالنا اننا نشرحوه للناس. المؤسسات التشريعيه عندها ادوار محدده، كتشرع، كدير التشريع اللي هو القوانين، كدير الرقابه ديال الحكومه،
وكدير الدبلوماسيه الموازيه. دونك هادو المهام الثلاث. لكن بحكم انك بحال اللي قلتي ولد المدينه وبنت المدينه، كاينه امور اللي ربما تقدر تطلب عليها تدخل فيها. وانا كنتفكر هنا السي الوردي كان ديك ساعات وزير الصحه، وكان عندنا مستشفى ديال كليطو واقف. كان اتصل بيا الصديق السي بلبصير قال لي زهور اختي اعتقنا، راه كلشي كيهود الحومه الناظور والضغط على المستوصف الناظور. وقفت معاه في الكولوار السي الوردي، قلت له رجاء انا استاذي سيد الوزير راه حنايا واقفين. السيمانه الموراها جاو داروا ابل دوفر داك المارشي وداك الشيء وبدا الاشتغال. دونك كانوا امور اللي كتقدر تطلب عليها في الاقليم ديالك. ومن طرائف ايضا داخل العمل البرلماني، واحد النهار كنتذكر انني هضرت على احياء الصفيح في العرايش، ومي بديت كنهضر سخنت شويه، بديت كنقول له الاحياء القديمه راه كاينه جنان باشا جنان كاستيين عندهم اكثر من 60 عام، ويقول لي وهبي وصافي بقات عيد الدار ديالكم ما عرفناهاش فين. قاود داكشي اللي زعما حيت العمل البرلماني راه كتهضر على السياسات العموميه. زعما كنعتبر ان هذيك الخمس سنين درت الواجب وساهمت في التشريع، ساهمت في الاسئله الكتابيه. كانت دارت شي دراسه ما عرفتش شكون اللي كان دارها في العرايش مقارنه بالمجموعات البرلمانيه اللي كاينه هذا الاقليم. ربما كنت شي جوج المرات كنتضطر لذاك الترتيب لا في الاسئله الكتابيه، الحضور ديال الجلسات ولا الاسئله الشفويه. دونك العمل البرلماني تجربه رائده ورائعه، ومن طون هي تجربه كتصنع فيك جانب اخر وكتخليك تعرف لابواط نوار ديال العمل التشريعي كي كيكون من الداخل. هو الاخت زهور من بعد ما جات البرلمان الفتره البرلمانيه الثالثه علاش ما كنتيش؟ انتخابات ديال 2021 حنا يلاه سالينا تجربه اللي كانت اعتبرنا زعما مجموعه النساء اللي بشهاده، حيت كلشي كان كيقول بان يعني الا كانت كاينه الكفاءه والعطاء راه مبين الناس اللي خصهم يكونوا في الاقليم خصها تكون زهور. وشوف غنتفاجئوا زهور ما كايناش. علاش؟ دابا العمل النضالي انا كنقول دائما من كل موقع، من اي موقع ممكن تناضل، ماشي ضروري من البرلمان ولا من الجهه ولا من الاقليم ولكن واحد الحاجه بدينا فيها مزيان نكملوا فيها، واحد الحاجه مزيان بدينا فيها نكملوا فيها. الفتره من 2021 دابا ما كنعتبر راسي مستمره في النضال لا داخل الحزب ولا بطريقه اخرى، بحكم انني دابا اتواجد في ديوان وزير التعليم العالي. دونك كتحاول ما امكن انك تساهم بشكل او باخر في حل حالات بعض المشاكل اللي هي ديال الاقليم والحل ديالها. الغياب هو ماشي غياب، انا كان عندي ترشيح نضالي في الفتره اللي دازت 21 26 ترشحت الثانيه في الاقليم لا الثانيه في الجهه والثانيه في المحلي. دونك عطينا يد الله ساهمنا درنا الحمله الانتخابيه الى جانب الاخوان والاخوات اللي اختاروا الحزب. رجعنا عاود شويه اللور في هذه الانتخابات، مي حنا ما كايدين ماشي كنقول انا دائما النضال من اي موقع غادي تناضل. حنا ولاد الحزب ماشي ضروري غتشترط اما نكون هنا واما ما ناضلش. استمرينا في الاشتغال وحنا باقيين كنشتغلوا. لا حيت واحد المساله بالنسبه للاختيار ديال الاحزاب بارفوا انا ما كنعرفش الطريقه بالضبط كيفاش كيكون الاختيار، ولكن بارفوا كيكون كاينه يعني ما كتعطاش ما كيكونش المعيار ديال الكفاءه ولا المعيار كيكون شي معايير. كل حزب عنده معايير ديالو، كل حزب عنده المعايير ديالو شنو كيدير فيها. الهاجس ديال التشريعي خصوصا التشريعي انك تكون عندك اغلبيه داخل قبه البرلمان. كاين هذا الهاجس عند الاحزاب كلها. ملي كتجي تشوف كيفاش غتجمع هذه الاغلبيه، دونك كل واحد كيفاش كيلقى كيشوف الطريقه اللي يجمع بها الاغلبيه. عنده المقاييس ديالو. فوالا الاختيار كيختلف في الحقيقه من شخص لاخر. كل واحد كيفاش كيشوف واش ضامن واش داك المقعد غيجيبوا ولا ما يجيبوش. دونك هذه المساله انا ما خدتش فيها في الحقيقه، ما هضرتش عليها كاع، لان اعتبرت راسي دوزت فتره نضاليه زعما مزيانه ودرت حمله انتخابيه مع الاخوان، هودنا الشارع اشتغلنا باقيين كنشتغلوا. ماشي انا لا اشترط ان نكون ما نشتغلش، ما عمرها كانت عندي هذه المساله. والجماعات المحليه عمرك كتدخلتي ليها؟ لا المحلي انا قلت لك المحلي ما انا بديت بالعمل زعما التمثيلي بديت بالبرلمان. ما كتفكرش فيها؟ هو التفكير دائما كاين التفكير. نتسناوك هذه ديال 26. الله يجيبنا في الصواب. لا احنا موجودين. الاخت زهور من بين التجارب اللي عندك هذا الشيء ديال في الديوان ديال الوزير، في الحقيقه ما كرهناش تقربنا القراء كيفاش الاشتغال كيكون في الديوان ديال الوزير. واش اللي كتكون في الديوان الوزير بحال مستشاره الوزير يعني كتشاور ولا اشرح لنا شنو الاشتغال في الديوان؟ هي السفاره مستشاره منظمه بمرسوم ملكي، كان المرحوم الحسن الثاني هو اللي حطوه.
خاص يكون فيك شروط المروءه السريه الى غير ذلك. الاشتغال في الدواوين ربما من هنا واحد 20 عام 30 عام نكتبوا مذكرات وتكون مفصله، ربما تكون زعما اكثر نقدر زعما نهضر اكثر وضوحا ونهضروا على لي ديتاي ماشي دابا مستقبلا، لان من بين الامور دابا قلنا شويه ما تقولناش نقولها شويه لان التحفظ واجب التحفظ مطلوب. غير اول مره فين خدمتي من ديوان؟ خدمت في ديوان وزاره التعليم العالي دابا بجوج. كيفاش تم الاختيار ديالك المره الاولى؟ انا في الحقيقه هما الدواوين خاص ملي كيجي الوزير كيقلب على واحد المجموعه ديال الاخوه اللي يعاونوه في الديوان المستشارين ديالو اللي يكون فيهم الوزير الاول سي المراوي عبد اللطيف مراوي. اشتغلت مع سي عبد اللطيف مراوي هو وزير التعليم العالي في هذه الفتره اللي دازت، ومباشره ملي كان التعديل جا سي عز الدين المداوي اللي انا باقا معاه دابا في الديوان باش بهم حزب الاصاله والمعاصره. دونك هذوك الدواوين يتم اختيارها من خص يكون عامل ديال الثقه، خصك كتكون عندك كتشتغل مع الوزير بشكل مباشر، كيتشاور معاك في امور اللي هي انا عندي علاقه مع البرلمان باقا شابراها لحد الان مع السي المداوي. كنشتغل على الملف ديال البرلمان بحكم انني كنت برلمانيه، دونك شابره هذا الدوسي بكل شيء ديالو، العلاقات مع البرلمانيين، الاسئله الكتابيه، الاسئله الشفويه، العمل داخل اللجان، وزائد المواعيد ديال البرلمانيين اللي عندهم شي مشاكل كيعطيوها الى غير ذلك. الاختيار ديالي داخل الديوان انا بنت حزب الاصاله والمعاصره. كان اتصل بيا السي وهبي قال لي فينك استاذه؟ انا كنت ديك الساعه ساكنه في مراكش بحكم ان الراجل ديالي من مراكش. مشيت قلت له في مراكش، قال لي واش ما تجيش للرباط؟ قلت له بيان سور. قال لي راه بغيتك تعاون في الديوان ديال السي المراوي. قلت له مرحبا. دونك وجيت عيط لي هو الجمعه، اتصل بيا سي المراوي الجمعه اثنين، عيط لي قال لي واش هنا طلعنا عندي؟ قلت له الله يا سيدي وسير انا باقا في مراكش، خصني نجي عاد نشوف الدار عاد نشوف صافي. وبديت الاربع واقيلا كنت بديت واحد الفتره اللي هي زعما ضيقه جدا. بدينا جلست في لوطيل واحد الفتره، من بعد عاد شفنا عاد رحلنا وجينا بحالنا الرباط. الاشتغال مع الوزراء حتى هو عاود تجربه مختلفه، وكتعرف كنا في العمل البرلماني خدمنا في مؤسسات شرعيه وكنا في المعارضه، يعني خدمنا مرتاحين، انتقدنا الوزراء شحال ما بغينا، درنا تعقيبات اضافيه مفاجئه، خلقنا واحد النوع ديال كانوا ملفات اللي كتخلق بها شويه ديال كتزعج الوزراء الى غير ذلك. دابا ملي كتجي تجربه داخل الديوان كتشوف كيفاش الاشتغال ديال هذيك القطاعات الوزاريه من الداخل، شنو الاكراهات اللي كاين، كيفاش كتدبر اليومي ديال القطاع، كيفاش كتبغي الا بغيتي تنزل شي اصلاح كيفاش تنزلو. دونك تجربه اخرى مفيده جدا ومختلفه على العمل البرلماني. وبدينا كنشتغلوا كما قلت لك، ربما تجي الفرصه مستقبلا انا نهضروا على ثم اللي كتجاوبوا على الاسئله الكتابيه. انا بشكل زعما حيت الدوسي عندي بالتعاون ديال الاداره، وكيجيبونا لي زيليمون دو ريبونس من عند المديرين، نحاولوا والاسئله الشفويه يكون فيها واحد الاسئله الشفويه كتبرمجوا داكشي للوزير شنو؟ دابا الاسئله الشفويه كيفاش كتتم؟ الوزاره المكلفه بالعلاقه مع البرلمان كتحدد مع الفروق البرلمانيه الاسئله اللي بغاو يطرحوا. دابا اللي بغينا نوجدوا واحد المساله اللي نوضحوها، يعني في البرلمان ماشي البرلماني كيجي ويسال ديك شي من راسو، لا يعني كيكون واحد الاعداد مسبق، لان ما يمكنش تمشي بلا كيكون عندك واحد الاعداد، لان في السؤال ديال البرلماني خصك تعطي حقائق، تعطي ارقام، تعطي ماشي ولكن في اللجان راه النواب البرلمانيين كيشتغلوا بواحد الحريه كبيره، ما كاين لا توقيت محدد الا اتفق عليه المكتب. الاشتغال ديال اللجان مهم جدا، واخا للاسف كاين واحد القرار ديال المحكمه الدستوريه انه يكون زعما سريه ديال اللجان، لكن مهم جدا ان الاشتغال داخل اللجان لان كيكون فيه نقاش حقيقي، وكيكون فيه تفاعل البرلماني والردود ديال الساده الوزراء ما كاينش فيهم اعداد مسبق. اخت زهور دابا انت دوزتي جوج ديال الوزراء، دائما كاين يعني حتى في الاشتغال بحال المؤسسات الوزير كيعمل الايقاع ديالو، وزير اخر كيعمل الايقاع ديالو. صحيح. الاشتغال ديال هو كل ما هو مرتبط بالانسان راه هو انساني، وكتدخل فيه مجموعه ديال الامور ومجموعه ديال السياقات ومجموعه ديال الفرق. ربما ملي كتكون في البدايه ديال الوزاره، في البدايه ديال الولايه كتجيب تصور ديالك، كدير دراسه كتحطو وكتحاول تنزل هذاك التصور. اللي صعيب هو تجي في الناس ديال الولايه وكتدخل على برامج باديه وتصور كاين
وكيفاش غتخلي البرامج اللي غتستمر والبرامج اللي ما غتستمرش. كاين صعوبه زعما. كان السي عز الدين المداوي عنده تصور حتى للاشتغال، لكن في ذاك الفتره الانتقاليه كيجي شويه ديال كتحس كاينه واحد الصعوبه في انك زعما تكمل برامج بالزربه ولا توقفها دغيا. كاين شويه ديال الاختلاف اللي كنظن انا اللي كيشتغل باكثر اريحيه اللي كيبدا في البدايه. الولايه في البدايه ديالها كيكون عنده تصور ديالو كينزلو. دابا كاين اشتغال حقيقي، ولكن خصو شويه د الوقت، لان باش تضبط على الاقل الوزراء في الولايه في البدايه الولايه كتعطى لهم 100 يوم عاد كيبدا السؤال ديالهم. حنا راه دخل سي عز الدين المداوي للوزاره بداو الاسئله كيجيو وبدات طلبات عقد اللجان والى غير ذلك. دونك كاين اختلاف كتحس به، ولكن راه الاشتغال كاين داخل القطاعات. كاين واحد النوع ديال الاشتغال كبير، خاص غير كيفاش يوصل داكشي للمواطنات والمواطنين يتفهم. انا كنقول دائما اخي عبد الخالق فيما مشيت كنقول له خاص المؤسسات ديالنا تكون اكثر انفتاحا. المؤسسات الشرعيه فيها اشتغال، خاص الناس يعرفوا داك الاشتغال اللي كاين، خاص تكون منفتحه ويدخلوا لها الزوار ويشوفوا كيفاش كيشتغلوا هاد الناس. راه كانت لجان انا شاركت فيها وباقي لحد الان. سالينا واحد الصباح في لجنه الماليه في 6 الصباح، وسالينا في لجنه العدل واحد النهار في 1 الليل. كتدخل في الصباح وكتخرج كتلقى الشمس طلعت. يعني كاين اشتغال حقيقي، ولكن الناس ما كيوصلوش. وحتى الاعلام في الحقيقه خصو الاعلام الرسمي ولا المواقع الالكترونيه تبين للناس يعرفوا هذه المؤسسات الشرعيه كي داير. نفس الشيء داخل القطاعات الوزاريه كتخدم بواحد لاكادونس ما كتوقفش. كتبدا داك التدبير اليومي والانشطه وخرج هنا سير هنا درنا يمكن ماراطون داكشي اللقاءات اللي كانت نفس الوقت ديال السي عبد اللطيف ميراوي ولا سي عز الدين المداوي. يوميا كاين الاشتغال، يوميا كاين الخرجات، يوميا كاين لي ديسكور، يوميا كاين شي حاجه كديرها الوزاره. ولكن المتلقي كيفاش كيشوفها، واش كيشوف داكشي الاشتغال الحقيقي الاثر ديالو على الناس. خاص هادشي خاص المؤسسات تنفتح شويه باش المواطنات والمواطنين يعرفوا شنو كيدار داخل القطاعات وداخل المؤسسات ديال الدوله. الاخت زهور في هذا الشيء ديال الديوان ديال الوزير، بالنسبه للعلاقه ديالكم نتوما مع النقابات كاينه واش نتوما اللي كديوان نتوما اللي كتنظموا هذا الشيء؟ الحوار الاجتماعي كيدوز في القنوات ديالو. عندنا الموارد البشريه هي اللي كتجلس بشكل مباشر وشكل يومي مع النقابات، بحكم ان الملفات اللي كتجيبها النقابات حتى هم الاطر الاداريه والتربويه ديال الوزاره. اللي كتجيب النقابات دابا في التعليم العالي؟ التعليم العالي كان عندنا ملف ديال ما هو بيداغوجي، لان الاشتغال ديال الاساتذه التعليم العالي اللي بالمناسبه انا جزء من هذا المنظومه التعليميه. وانا الان استاذه جامعيه في جامعه محمد الخامس بالرباط. دونك النقابات كتحاول دائما تشتغل على ما هو موارد بشريه، كل ما يتعلق بالموارد البشريه، الترقيات ديالها، زيادات الى غير ذلك. وما هو بيداغوجي، كيفاش الاستاذ يشتغل باريحيه، كيفاش يكون زعما بعض المشاكل اللي ربما كتهم الشغل اليومي ديالو في علاقته مع الطلبه. دونك الحوار دائما كيكون حضور الاداره، الكاتب العام والموارد البشريه، المديريه الموارد البشريه كتشتغل في الاجتماعات الدوريه. وطبعا اذا كانت شي حاجه تستدعي قرار الوزير راه كيحضر الوزير بيدو في النقاشات مع الساده النقابات الاكثر تمثيليه. اخت زهور، لا خلينا دابا نخليو شويه المجال ديال العمل ونرجع معك شويه للسياسه. دابا المنصب ديالك في البام شنو المنصب على الصعيد الوطني؟ وطنيا انا نائبه رئيسه المجلس الوطني للحزب بناء على المؤتمر الاخير، المؤتمر الخامس. كان انا نائبه رئيسه المجلس الوطني. وهذا نائبه المجلس الوطني واش كيتسم الاختيار ولا كان تصويت ولا لا كان تصويت داخل المجلس الوطني للحزب على السكرتاريه ديال المجلس الوطني. كاينه السيده الرئيسه اللي هي كنوجه لها تحيه، نجوى كوكوس، شابه ونضلنا مجموعين منذ 2009. والسكرتاريه مكونه من جوج ديال المناضلين اعضاء في المجلس الوطني اللي هي انا والاخ صلوح. دونك كيتم التصويت داخل المجلس الوطني. انت طلعتي على شي لائحه الشباب ولا لا، كانوا ترشيحات والمجلس الوطني كيزكي هاد الترشيحات. ومن داخل الاشتغال ديالكم دابا من داخل المجلس الوطني واش كاينه اجتماعات؟ يعني هذا هو. شوف انا نشرح لك واحد المجلس الوطني. تفضل سعد. اسمح لك واحد الحاله.
كاين الناس كيعتبروا بان يعني الاحزاب كتشتغل ملي كيقرروا الانتخابات. كنظن هذه الموضه هذه بزاف الاحزاب تخلت عليها. ربما تجاوزنا هذا الشيء لان الاحزاب اليوم كنظن ان جميع الاحزاب واخا كاين اختلاف اللي عنده امكانيات. كاين دابا احزاب اللي ربما كتشتغل باريحيه اكثر لان كاين شويه ديال الامكانيات الماديه ما كتحتاجش كاع الدعم ديال وزاره الداخليه باش تشتغل. عندها دي بواط ديال الكومونيكاسيون خدامين معها الى غير ذلك. حنا ماشي منهم بيان سور. حنا حزب كاين اشتغال يومي، كاين لجان ديال المجلس الوطني الدائمه والمؤقته تجتمع وتشتغل، كاين انشطه كديرها هاد اللجان. سكرتاريه المجلس الوطني كتواكب الاشتغال ديال المجلس الوطني بشكل زعما دائم، وكاين اشتغال. ما بقاش داك الشيء كلاسيكي اللي اجت الانتخابات ونحلوا هذا المقر اطلاقا. ان الهيكله ديال الحزب على المستوى الوطني دائما كاين اجتماعات، دائما كاين فتح مقرات، يعني تاسيس مجالس اقليميه، مجالس محليه. كاين هذه الديناميه، كاين ما بقاش داك الشيء كلاسيكي. كنشتغلوا، كاين اشتغال، كاين اجتماع. ربما خص الاعلام يلتفت اكثر من هذه الامور، ما نبقاوش نسوقوا ما هو سوداوي فقط. كاين اشكالات اللي خصها تعالج داخل الاحزاب السياسيه. كاين تصور. نتمنوا ان يكون عندنا مشهد سياسي مختلف في 2026. نلتفتوا النخب، نلتفتوا الاطور اللي هي كاينه داخل الحزب. الحزب يزخر بطاقات مهندسين، اساتذه جامعيين، مناضلين، وكاين اعيان بيان سور اللي حنا ما عندناش حتى شي اشكال في التواجد ديالهم، لان التواجد ديالهم بحكم انهم مغاربه مواطنين عندهم الحق يكونوا في الاحزاب راهما كاين. لكن نتمنى تكون التفاته اكثر لاعطاء المسؤوليه هذا الجزء المكون اساسي اللي داخل الاحزاب السياسيه ككل. من الاشتغال راه هو كاين. انا كمتتبع شويه هذا الشيء ديال السياسه، زعما البام واخا يكون الكتاب العامون ولا الامناء العامون كاملين دازوا، كيبقى الياس ان شخصيه فريده من هذا الشيء داخل البام. كيفاش كيبان لك؟ انا شوف نقول لك عبد الخالق، ما يميز الحزب الاصاله والمعاصره دائما عنده الجديد، ودائما عنده الاختلاف، ودائما متميز. احنا مثلا نبدا بالتجربه دابا اللي حنا كنعيشوها ونوصلوا للتجربه ديال السي الياس العمري. اليوم حنا نشتغل بمقاربه تشاركيه ما عندش الاحزاب كلها، دايرين قياده جماعيه فيها جوج ديال النساء وفيها شاب. يعني كاين مكون النساء وكاين مكون الشباب اللي هو سي المهدي. تجربه مختلفه. ما بقيناش كنديروا العمل السياسي بداك الكلاسيكيه اللي كاين كاتب عام عنده 17 دوره وماجي من 1960 وفي بلاصتو. دونك ما بقاش هذا المنطق. التجربه ديال الياس كذلك كانت متميزه، لان كانت واحد لا فيزيون، كانت واحد التصور كيفاش نشتغلوا حنا بالاكاديميه ديال الحزب اللي دابا كاينه كيترأس الشيخ شيشن. كيفاش نشتغلوا اننا نشوفوا الاشتغال على القضيه الوطنيه، شكون اللي يتكلف، شكون اللي يمشي يدير التكوين في هذا الملف باش يدافع في المنابر الدوليه على الملف الوطني وداخليا كذلك. كاين كل فتره معينه كيجي امين عام ولا هيئه ديال المكتب السياسي اللي عندها تصور جديد. انا كنقول دائما الحزب الاصاله والمعاصره فيه تميز وفيه ابتكار وفيه جرأه وفيه شجاعه اننا نخلقوا الجديد. ما نبقاوش دائما داك الرتابه وداك الكلاسيكيه اللي كاينه في العمل السياسي اللي ربما سنوات هو. ولكن رجع الياس كان جريء في اتخاذ مجموعه ديال القرارات سواء داخل الحزب او لا خارج الحزب. كيبقى الياس الحق بالطبع ديالو، طريقه الاشتغال ديالو كيبقى الياس متميز. اولا انا كنهضر عليه لان عشنا مع شويه الحركه ديال التجميع اليسار الى اخره، وشفنا حتى الطريقه ديال الخطابات ديالو كيفاش كان كيتصرف. نخليو الاخت ندوزو السياسه ونجيو عندك العريش. اخت زهور عاشت في العريش، خلقت في العريش، عاشت الطفوله في العريش. كيفاش كيبان لك العريش حاليا؟ واش كاين شي افاق ديالها ديال التطور ديالها ديال التنميه ديالها، خاصه ان العريش من بين المدن اللي في الحقيقه غتستافد من المونديال اللي كاين في 2030. وخصنا نستافدوا. علاش؟ المدينه ديال العريش ما يميزها وربما اجتمع فيها ما تفرق في مدن اخرى. حنا مدينه قريبه لطنجه، قريبا لا بغينا نمشيو للرباط راه عندنا ساعه ونص. عندنا البوتونسيال كبير
عندنا البحر، عندنا الغابه، عندنا الفلاحه، عندنا حضارات دازت في هذه المدينه، عندنا مجتمع اللي هو داخل المدينه مثقف، عندنا ناس، عندنا شويه الهجره اللي ربما كتخلينا شويه كنتجروا بحكم اننا عندنا الفلاحه والصيد البحري. حنا مدينه تستهوي الهجره الداخليه كيجيونا، ولكن عندنا بوتونسيال، عندنا علاش نشتغلوا، عندنا اللي يخلينا نكونوا مدينه ربما احسن مجموعه المدن في المغرب. هذه الامكانيات اللي عندنا لا البشريه ولا الطبيعيه ولا الفلاحيه ولا الاقتصاديه اللي عندنا ربما تخلينا نكونوا احسن من الوضع اللي احنا فيه. كاين شويه ديال ديفلوبمون ولا ديال التنميه مما غدا ببطء. نتمنوا ان مثلا العرايش، هذه المساله اللي قلتي ديال المونديال، خصنا نستافدوا من المونديال. علاش؟ لاننا قرابين لطنجه، خصنا يكون عندنا مدينه اللي تجيب ناس ينزلوا في الفنادق ديالها، تجيب زوار وتجيب ناس اللي غيجيو يشوفوا المونديال، يشوفوا العرايش كي دايره من الداخل، وتستافد تم التنميه في هذا الاتجاه. دونك خصنا شويه نشتغلوا على هذا الجانب، وخصنا نعطيو الاشياء الحق ديالها. الفنادق نزيدوا نشتغلوا عليهم، البنيه التحتيه نشتغلوا عليها، كيفاش نستقطبوا هاد الناس. ما يمكنش تجيبهم غير تنعسهم في لوطيل ويباتوا في لوطيل، خصك تخلق لهم اشياء اخرى الى جانب هذاك الاقامه ديالهم. خصهم فين يديروا الانشطه ديالهم، فين يكون التسوق، فين يجلسوا، فين المطاعم في المستوى، يعني تكون هذيك بنيه الاستقبال تكون حقيقيه. نتمنى يكون هذا التصور عند المسؤولين باش كيفاش نستافدوا حنا كمدينه من هاد المحطتين اللي ماجين، اللي مهمين بزاف، واللي كنشوف واحد الديناميه كبيره وقعت دابا واقعه. انا بحكم انني دابا ساكنه في الرباط، راه الرباط ورش كبير مفتوح، ورش حقيقي مفتوح، فيه كيحيدوا العشوائي، كيحيدوا داك الشيء اللي زايد كامل، كيدار واحد المساحات خضراء كدار بواحد السرعه. ابار هذوك البنايات اللي كبيره، الملاعب كيف ما كتبعوا راه غادا بواحد الوتيره خطيره، البنيه ديال الصحه، مستشفيات غتكون كبيره. دونك كيبان لك كاين واحد الاشتغال على هاد المحطتين. نتمنى اننا تكون واحد الالتفاته، ويكون اننا نوجدوا راسنا هاد المحطتين ونستافدوا منهم، لان مور هاد المحطتين بجوج الرياضيتين، لا كأس افريقيا ولا كأس العالم، خصنا نحققوا واحد القفزه في التنميه ديال المدينه من هذه المحطات هذه، وتكون هي المناسبه اننا نعاودوا النظر في مجموعه ديال الامور اللي هي داخل هذا الاقليم. اخت زهور، قبيله جبتي واحد المساله، هضرتي على دور الصفيح ملي كنتي في التجربه ديال البرلمان، وتعتبر دور الصفيح بين المعيقات ديال التنميه داخل في المدينه ديال العريش. شنو الراي ديالك؟ علاش حنا ما قدرناش نتحروا؟ يمكن اللي ما جاء يكون ايجابي جدا، لانني اللي سمعت مؤخرا من السيده الرئيسه ديال الحزب، واللي هي بالمناسبه وزيره ديال الاسكان، ان المشروع ديال الاحياء ديال الصفيح في العريش ربما لقاو له الحل بشكل نهائي، وربما في هذه الاشهر القليله المقبله غيتم الاشتغال عليه يعني بشكل سريع وبشكل زعما جذري تحل هذا الاشكال. كاين تصور عند الوزاره، خص التراب على المستوى الترابي والمحلي يلتقطوا هذا التصور ويشتغلوا عليه ويبان الاثر ديالو عند السكان. حنا ربما من بين المدن اللي عندنا احياء هذا ديال دور الصفيح كثيره في الاقليم ديال العريش، كاين بزاف. مثلا هي مدينه اصيله حدانا ربما فيها حي واحد ولا جوج ما فايتينش. حنا كاينين احياء وعريقه، هذه الاحياء قديمه. حنا ولا كنشوفوا كليطو، وكنشوفوا جنان باشا، جنان كاستيان، جنان فرانسيس، هاد الحومات اللي خرجوا لنا ناس. راه عندنا كتاب وعندنا قضاة وعندنا في الصحافه وعندنا مجموعه الامور اللي خرجوا من هذوك الاحياء الشعبيه، قروا وليداتهم وكانوا ناس معوطين وناس مندمجين في المجتمع، ما كيخلقوش داك الهامش، ماشي داك الهامش اللي كيأثر سلبا على المدينه. اليوم هاد لي بوين نوار اللي كاينين في المدينه ربما من الاسباب ديال اللي كيخليونا نتروتيراو للور، لان كاين مشاكل ديال المخدرات، كاين مشاكل ديال الفقر، كاين مشاكل ديال الهشاشه. خصنا نحلوا هاد البؤر هذه باش المدينه تنطلق من الحريه وتقدر تنفس. يعني حنا فحال جاتمين على الانفاس المدينه بهذه الاحياء اللي هي هامشيه، اللي كتخلق لك اليومي وكتخلق لك المشاكل اليوميه اللي كيعيشوها المواطنات والمواطنين، واللي ما يستحقوش انهم يعيشوا في هذه الظروف. اليوم الكرامه هي الاساس، وهاد الناس يستحقوا انهم يعيشوا في ظروف اللي فيها الكرامه، يكون فيها الماء والضوء والشارع والبنيه التحتيه ولاسينيسمون، ويكون هاد الظروف اللي هي بازيك وانسانيه وخصها تكون. دونك نتمنى ان هذا الالتقاء بين كاس العالم وبين هاد الاوراش اللي مفتوحه نستافدوا حنا منها كاقليم ديال العريش ونهضوا.
لاننا كنستحقوا المدينه ديال العريش كتستحق انها تكون اكثر من زعما اكثر استفاده من هذه المشاريع، وتكون اكثر استفاده سورتو فيما هو تنموي. وهنا بغيت نفتح واحد القوس اخي عبد الخالق. حنا اللي عشنا في مدينه قدامين كنا كنعرفوا كانوا معامل اللي كبارين، كان معمل ديال اللوكوس اللي انا بالمناسبه با خدمت تما. من داك المعمل حنا قرينا، من داك المعمل تربينا. كان المعمل كيستوعب اكثر من 3000 الناس مشى. كانوا معامل كبيره اللي ربما كتعاون المدينه. دابا ورجع داك الشيء، واش كثير واش قليل، ولكن ما كيبانش التاثير ديالو على المدينه ديالنا، ما كيبانش. دونك هاد المشاريع هادو هاد ما هو اقتصادي خصنا نردوا له البال. عندنا المرسى كيفاش تشتغل، هاد المرسى راه خدامه مزيان، ولكن خاصها ديفلوبا، خصنا حنا نحسوا بداك العائدات ديال المرسى، نحسوا بهم نشوفوهم. وكذلك الفلاحه، كذلك هاد الغابات اللي عندنا، لي زيسباس اللي كاينين، خصهم ولاد المدينه يخرجوا فين يكونوا متنفسات، فين يخرجوا وليداتهم، فين يكون ما هو ثقافي نلقاو فين نعملوه. حنا كنتفكروا داكشي بسيط، كانت غير كومودانسيه كدار فيها دي زاكتيفيتي. تقريبا مدينه العريش هي ناشطه ومزيانه ثقافيا، وكاين ناس مثقفين اللي كنوجه لهم تحيه من هنا، ولكن باقي خصنا اكثر. انا دائما طموحي كبر من هادشي اللي كاين. نتمنى اننا نستافدوا من هاد المحطتين اللي ماجين. اخت زهور، اللقاء معك ممتع. لك كلمه اخيره. كلمه اخيره، كنتمنى ان مدينتي تكون مدينه بيان سور اللي تعطى بها المثل في كل شيء. دائما عندنا طموح اننا نكونوا اكثر، نستافدوا من التواجد ديالنا الجغرافي قبل اي حاجه. القرب ديالنا من اسبانيا، والقرب ديالنا من الضفه الاخرى، يبانوا حوايج. بالمناسبه ملي كنديبلاصاو المدينه اللي هي الجاره ديالنا، كنلقاو بعض المظاهر جميله جدا ولا تكلف شيء. نتمنى اننا مثلا يكون عندنا تشيلينكيتوس في بلايا، تكون الاضاءه، تكون هذا الشرفه الاطلسيه نستافدوا منها، يكونوا فضاءات اللي تخلينا نتباهى بهذه المدينه. كنتمنى لكم انتم التوفيق في هذا البرنامج، وكنتمنى ان ولاد المدينه لا في المهجر ولا على المستوى الوطني اللي قدرت هذه المدينه تكونوا وتعطي منهم رجال ونساء اللي يعني كيتحسب لهم الحساب خارج اقليم العريش، اننا يكون هذاك الفيدباك على المدينه، ونرجعوا نشوفوا المدينه ديالنا شنو ناقصه. وبيان سور الا كان واحد التفكير جمعي، راه نقدروا نعطيو شي حاجه اللي تفيد هذه المدينه. شكرا الاخت زهور، في الحقيقه اللي خويا ما استدعيناها كتهضر معنا وشاهدها ان حتى ملي كانت في الفتره ديال البرلمان بزاف ديال الملفات اللي كنا كنعيطوا عليها، وكنا كنجبروا دائما من بين القلائل اللي التليفون دائما كتجاوب على كل شيء على اي واحد. اذا متتبعي ومتتبعات موقع آش، شكرا على المتابعه، وموعدنا في حلقه قادمه، وتحيه للجميع.